السلام عليكم، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحة؟ كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله وبصحة جيدة. رمضان كريم، مبروك عواشركم. واخا جيت معطلة غتبين لنا الصوبو الشباكية وسلا وسهامتي الله جاية. شوفوا انا كنبغي ندير كل حاجة بوقتها، وبقى تقريبا اسبوع هذه هي الوقيته. المهم قبلوا عليا. اليوم جبت لكم شباكية مجعبة معلكة من اروع ما يكون بواحد الطريقه اللي فعلا لاستيوس كاينه في وسط الفيديو. تابعوا معايا الفيديو غتشوفوا المقادير والطريقه واللي غادي يجيكم كيف ما جاتني، وما غنقولش لكم بواحد المذاق يا سلام، خصوصا مع العسل اللي صوبت. فوالا اللي ما شافتش طريقه العسل تهبط الفيديو ديال العسل وتشوفوا. بقاو معايا ندوزو المقادير وطريقه التحضير. كناخذوا قصريه ولا عجانه، المهم كيف ما بغيتو. بغيتو تخدموا في القصريه خدموا في القصريه، بغيتو تخدموا في العجانه حتى العجانه تفي بالغرض. كنضيفوا الكميه ديال الدقيق، قبيصه ديال الملح، القرفه. بالنسبه للمقادير غنخليهم لكم اسفل الفيديو. نافع، اللوز، هنا اللوز مطحون بقشورو، الزنجلان، وحتى حاجه ما محمره الا النافع، زيت الزيتون، الزبده. هنا الزبده نوازيت، يعني كنبقاو كندوبوها وكنخليوها حتى كتولي عندنا بوغ نوازيت. صافي من بعد ما كنضيفوا الزبده كنبقاو نبسوا العجين ديالنا بهذه الطريقه. يعني ضروري هذه هي الخطوه الرئيسيه المهمه، وواحد الخطوه موراها اللي كتعطينا واحد القوام للشباكيه من اروع ما يكون. فوالا من بعد ما بسسناها مزيان كناخذوا الغربال. انا ما توفرش عندي الغربال، اللي توفر عندي هو اللي درتو. وهذه هي الخطوه الثانيه اللي قلت لكم البنات. هذه الخطوه هذه كتعطيكم شباكيه مرمله غزاله، لحقاش ديك الخلطه ديال زيت الزيتون مع الزبده مع التوابل كتبل كلها مزيان. ملي كنغربلوها مزيان وهذا كتجنسنا المكونات اكثر واكثر. فوالا انا ما توفرتش عندي كيف ما قلت لكم الغربال، درت غير هاد الشبكه وعذباتني ما نعاود لكمش، ولكن معليش. المهم اننا حتى حنا درنا الفال ودرنا الشباكيه. وتحيه لعيالات الحدقات اللي وجدوا كل شيء تبارك الله عليهم. فوالا من بعد ما غربلتها هايتو انتما كتشوفوا ان كل شيء مرمل تبارك الله، وكل شيء زعما يعني تجانست المكونات. كنضيفوا المسكه الحره مع ما دقيتها مع القليل من السكر، الخل، الزعفران شعره. هنا الزعفران شعره مع الزهر سخنتهم. كنضيف صفار بيضه مع الخميره ديال الحلويات. صافي كنعجن العجين ديالنا. هنا العجين خصو يتعجن مزيان. الا جاكم شويه ناشف ضيفوا. المهم العجين ما خصهاش تكون رطبه بزاف. ضيفوا يا اما الزهر، انا درت الزهر. لما كانش توفرش عندكم الزهر بزاف ديروا شويه الماء، كملوها بشويه ديال الماء. صافي كنعجن العجين ديالنا كندلكها مزيان. غير المهم ما تكونش العجين رطبه بزاف، يعني العجين خصها تكون شويه شاده في راسها، ولكن تكون مدلوكه يعني لينه وميم طون قاصحه، ما كتكونش رطبه. العجين ديال الشباكيه ما كيكونش رطب. فوالا كنبقى ندلك، ضروري عطيوها الدليك، دلكوها مزيان. من بعد ما كندلكها كنقسمها على كويرات. لاستيوس الثالثه اللي غادي نقول لكم في هاد الشباكيه انها خصها ترتاح. قد ما ارتاحت الشباكيه قد ما كتعطيكم طوع وكتعطيكم لا تيكستور ديالها، ما كتقطع ما والو. انتم غتشوفوا كيفاش غنخدمهم، ما غتقطعش معايا الشباكيه، كتجيني الطريقه سهله. يعني واخا كتبان لكم الطريقه صعيبه والشباكيه خص العوين والله بوحديتي وتبارك الله ما شاء الله، ما نقولش لكم كيفاش جات. صافي من بعد ما دلكتها انا عطيتها الدليك مزيان. من بعد ما دلكتها كنقسمها وكنديرها كيف ما قلت لكم كويرات، وكنخليها ترتاح. خليتها ترتاح لمده واحد ساعه بحال هكاك ولا نص ساعه. من بعد ما ارتاحت غادي نبسط العجين ديالنا. غادي نبسط الكويرات كاملين وغادي نطويهم على 3. غنطوي ملي غادي نبسطها غنطويها على 3 وغادي نوضعها المره الثانيه في البلاستيك. يعني دابا هنا خدمتهم المره الاولى وضعتهم في البلاستيك ارتاحوا، ومن اللي غنبسطهم ثاني غادي نطويها على 3. غنطوي الكريات كلهم على 3 وغادي نرجعهم في نفس البلاستيك ونخليهم ارتاحوا معايا تقريبا مده ساعه اخرى. من بعد ما ارتاحوا صافي هنا غادي نخدمهم. سرحت العجين قسمته على جوج باش يعطيني الطوع باش ما يغلبنيش. صافي عاودت بسطتهم وغادي نطوي على 5. هادي تذكروا معايا هادو دي زاستيوس كنعطيهم لكم اللي كتجيني انا الشباكيه من اروع ما يكون. فوالا كنطويهم على 5. من بعد ما كنطويهم على 5 كنسرحهم شويه صافي دابا غادي نخدمهم مباشره، ما غاديش نخليهم ثاني يرتاحوا.
كنحاول نسرحها شويه. ولا توفرت عندكم هاد الوراقه، هاد الاداه ديال التوراق، من الاحسن هي بالمدلك شويه كتعذبكم، ولكن الا كانت هذه احسن. هنا سرحتها، من بعد ما سرحتها شويه وضعت سميتو هذا في النمره 5. لا انا درتها في النمره 5 وورقتها. شوفوا تبارك الله كيف كتطلع عندي الورقه رقيقه بزاف، ما كتقطع ما والو، وما غاديش نحدد ليها الجوانب الفوقانيه. صافي غادي نبدا نقطع الشباكيه ديالي بهذه الطريقه. شوفوا الورقه تبارك الله عفوا كيفاش كتجي، يعني كتجي رطبه وهشيشه وبلا دقيق. كتشوفوني كنبسط بلا دقيق. فوالا من بعد ما كنسرحها كامله هكا كنبدا نقطعها على 5. هنا كندير 5 الخطوط بالقطعه ديال الشباكيه او بالوراقه ديال الشباكيه. من بعد ما كندير 5 ديال الخطوط هنا، ممكن انكم تخدموهم كاملين تقطعوا تحطوا حتى من بعد عاد تبداو تشبكوهم. صافي وكتشبكوهم بهذه الطريقه. نعطيكم 2 طرق ديال التشباك وانتوما اختاروا الطريقه اللي غتجيكم سهله. اما هما بيني وبينكم التشبيكه الاولى ديالنا الزمنيه هي اللي كتجيني انا الطوب، وهذه حتى هي سهله بالنسبه للمبتدئات يتعلموها، يديروا بها الفعل، علاش لا. صافي حتى هي كتجي مزيانه، وحتى هي ما تتحلش في الحقه لا في القليه لا في هذا. بالنسبه لطريقه التشباك انا حاولت ندير معكم 2 طرق كيف ما قلت لكم، وغادي نخليهم لكم باش تشوفوهم غير بشويه. غنعاود معكم 2 مرات ولا 3 اللي تعم الفائده. فوالا انا الطريقه الاولى اللي كتشوفوا اني كندير الاولى على الثالثه، كنطويها بحال كنديرها مقلوبه على الثالثه، وكنشدهم بجوج كنديرهم على الاخرى، غير كنحطهم ماشي كنقلبهم، غير كنحطهم على الاخرى. صافي كيبقى لي هذاك الشريط الاخراني هو اللي كنلاصقو. راه الطريقه جد سهله، حاولت نخلي لكم ان 2 مرات ولا 3 تشوفوا الطريقه باش تستافدوا منها. بالنسبه كاينه طريقه اسهل، ولكن المهم انا كتعجبني الطريقه الزمنيه كيف ما قلت لكم. الطريقه الثانيه هي هذه، كطوي واحد دوك 2 فوق الاخرين، وكتاخدي هذاك الخويط اللي كيبقى عندنا، الشريط اللي كيبقى عندنا هو اللي كنجمعو. يعني الطريقه راه جد سهله. فوالا هذاك الفوقاني كنجمعو بهذه الطريقه، كنضغط عليه مزيان وكنحلها من الوسط. صافي وكنشد الجوانب. صافي وكنوسعها في الجوانب ديالها. صافي من بعد ما كنكملهم كاملين كنخليها هنا، خليوها في اللاطه وحتى العشيه ولا بغيتو تقليوها ديك الساعه. المهم هي خصها الشباكيه تنشف شويه، تخلي واحد سويعه ولا ساعتين. صافي وتبداو تقليها. هنا الزيت كتكون كنسخنها على عافيه متوسطه. مباشره ما كنسخنها على عافيه متوسطه كيكون عندي الزيت حاميه، والعسل كنسخنو شويه باش ما يكونش عندي العسل قاصح. العسل كنسخنو شويه. صافي ملي كنقليها كنطفيها مباشره في العسل، كنخليها تتشرب العسل مزيان وتنقدموها. فعلا كتجي من اروع ما يكون، كتجي لذيذه وهشيشه وما نقولش لكم، ما نشكرهاش لكم. خصكم تجربوها وتردوا عليه في التعاليق. فوالا من بعد ما كنغسلها مزيان تندير لها القليل من الزنجلان اللي هو السمسم او الزنجلان. صافي وكنقدموها بتزينوها حتى باللوز، زينوها باللوز، قدموها بالطريقه اللي بغيتو. وهذا هو الفيديو ديالنا. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، واخا طولت عليكم، عرفت طولت عليكم، ولكن للامان كنحط في الانستغرام والبنات كيقولوا لي سهام الفيديو مسرع بزاف، بغينا زعما نستافدوا، بغينا نعرفوا. كنقول لهم انا من الاحسن كنعطيكم لي زاستوس في اليوتيوب شويه اكيد كيعطينا الحمد لله الوقت فين نشرحوا لكم، غير باش اللي تعم الفائده. حيت بحال هاد الوصفات المغربيه واللي كتكون خاصه فيها الخدمه ضروري ما كيكون فيها التفسير. ولهنا الفيديو ديالنا تيتسالى. تنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، وإلا عجبكم علاش لا ما تشاركوش مع احبابكم وصحابكم. ولا كنتي اول مره كتزور القناه ما تنساناش من لايك ومن التعليق. ولا عجبك الفيديو اشترك في القناه باش يوصلك كل جديد وفعل الجرس. دمتم في رعايه الله، للملتقى ان شاء الله، ورمضان كريم.